السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسميا الكاف تعلن القوائم النهائية المرشحة للفوز بالجوائز الخاصة في إفريقيا. وكعادته لقجع يفعل فعلته الخبيثة. كل الجزائريين خارج القائمة إلا المدرب السابق لاتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة. والمفاجأة كانت بمغادرة رياض محرز لقائمة الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، وخروج اتحاد العاصمة واللاعب بالعيد من جائزة أفضل لاعب إفريقي. وأنتم مشاهدون، ما رأيكم في هذه الألاعيب التي تلعبها الاتحاد الإفريقي، حيث رد رياض محرز بهذه الصورة في انستغرامه الخاص؟ وأنتم مشاهدون، ما رأيكم في الأسماء الثلاثة المرشحة للجائزة الأخيرة في الاتحاد الإفريقي وفي النوادي، حيث رشحت الأهلي والوداد وماميلودو سانداونز؟ أعطونا رأيكم، بارك الله فيكم.